اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، مدربة الوعي الذاتي والتطوير الشخصي. تعالوا النهارده اكلمك واسالك سؤال مهم جدا. هل انت من الناس اللي بيقف قدام نفسه ويسال نفسه هو انا الحياه هي اللي بتقودني ولا انا اللي بقودها؟ يعني انا بنسحب وسط الظروف والضغط والناس والقيم بتاع الناس بتاثر على قيمي انا، ولا انا فعلا اللي بدير حياتي بصوره واعيه؟ النهارده هكلمك ازاي لو انت تايه ومش عارف توصل للي انت عايزه او مش عارف تكون عاوز ايه والحياه عندك ملخبطه، ان انت محتاج تتمرن على مهاره مهمه جدا. مهاره هتخليك نسخه افضل واقوى من ذاتك. المهاره دي هي موجوده جوانا كلنا، بس في ناس تجاهلت المهاره دي او مش واخده بالها ان هي جواها، ما بداتش ان انا اشتغل عليها. من خلال ان انا ما اشتغلتش عليها هي موجوده بس طافيه جوايا، فالحياه هي اللي بتقودني. لا، انا محتاج ان انا احسها ان هي مهاره، محتاج ان انا اشتغل عليها زي العضله بالظبط واقويها. لما ابدا اشتغل على المهاره دي هتبدا تديني قوه دافعه داخليه من جوايا تحفزني وتشغلني وتغير حياتي واكون نسخه اقوى من ذاتي. تعالى النهارده اكلمك عن مهاره قياده الذات. يعني ايه مهاره قياده الذات؟ مهاره قياده الذات من اهم المهارات اللي بتخليك فعلا حياتك بتشوفها بمنظور تاني خالص، بتخليك تبدا ان انت ماسك حياتك من فوق لتحت، تبدا تشوف نفسك بطريقه تانية خالص. لو انا بدات اشوف نفسي عن طريق نفسي بالنفس الواعيه مش اللاواعي، يعني احنا طول الوقت بنعمل حاجات بنقول احنا عملنا كده ليه، لان ده اللاواعي هو اللي بيخليني اتصرف التصرف ده. انما بدات اركز مع نفسي وابدا اشوف هو انا ليه عملت كده، هو انا ليه اتصرفت كده، هو انا ليه عندي الشعور ده. كلمة ليه دي بتخليني ادخل جوه نفسي اكتر وابدا ان انا اكون مسيطر. هي عبارة عن فن للادارة بتاع النفس بتاع الذات بتاعتك، عن طريق ان انا اكون عندي ادارة لمشاعري، ادارة لافكاري، ادارة للسلوك والتصرف اللي طول الوقت بيكون رد فعل بنندم فعلا عليه. فبدل ما انا مستني ان الظروف هي اللي تشتغل وتغير فيا والحياه هي اللي تتغير والناس اللي حواليا تتغير ومستني ومنتظر كل التغيير ده يحصل من بره، هقول لك ان مفيش اي حاجه هتحصل لو انت ما قدرتش تغير حياتك وتقودها. مستحيل تتغير. فالقياده الحقيقيه لو انت حابب تقود العالم ابدا بقياده ذاتك. فابدا قول انا القائد، وابدا كمل معايا الفيديو واعرف اهم الخطوات اللي احنا ينفع نشتغل بيها عمليا ونبدا نغير ونشتغل على مهاره قياده الذات. طب ايه العلامات اللي تقول ان انا فعلا عندي مهاره قياده الذات محتاج ان انا اشتغل عليها واقويها؟ اول علامه عندك لو انت تايه في وسط الضغوط والضغوط هي اللي بتسحبك وهي اللي بتسيطر على حياتك. رقم 2 لو انت حاسس ان انت مش قادر تكمل اللي انت عايزه، يعني انا عارف انا عايز اوصل لكذا وعندي رؤيه لحياتي بس مش عارف اوصل لده. لو انت طول الوقت عندك جلد على الذات، طول الوقت عمال تقسى مع نفسك، اعرف ان انت محتاج مهاره قياده الذات. لو انت رد فعلك بيكون مبالغ فيه ومش قادر تعرف ان انت تسيطر وتتحكم على اعصابك وسلوكك، اعرف ان انت محتاج تقوي مهاره قياده الذات. طب اقوي بقى المهاره دي ازاي؟ الخطوات العمليه 5 خطوات اللي بيخليني ركز فيهم. اول حاجه الوعي الذاتي. لازم ابدا اسال انا مين، ايه اللي بيحفزني، ايه اللي بيفرحني، ايه اللي بيوقفني، ايه اللي بيزعلني وليه. ليه ده بقى بيدخلك جوه نفسك وتبدا تطلع وتعرف نفسك بطريقه مختلفه تماما. كل ما بقى عندي وعي بذاتي اكتر، كل ما فهمت نفسي اكتر، كل ما بدات انمي مهاره قياده الذات وانا المتحكم في اداره مشاعري وافكاري وسلوكي. رقم 2 وحاجه مهمه جدا الانضباط. كلنا نفسنا نعمل حاجات كتير بس القليل مننا اللي بيبدا يلتزم. لا، انا محتاج ان انا اضبط وقتي واكون عندي اداره وتحكم في حياتي. بمعنى بدل ما انا ملزم بحاجات كتير جدا وعايش بطريقه عشوائيه، لا، ابدا نظم وانضبط. بدل ما هعمل 10 حاجات انا هعمل 3 حاجات بس، الحاجات دي انا هلتزم بيها وهستمر. التزام مع استمراريه هيديك الانضباط اللي انت بتحلم بيه. رقم 3 وحاجه مهمه كلنا بنسعى عليها وبندور عليها، التحفيز. بيجي علينا اوقات بنقف مش قادرين نكمل، ما عندناش قدره، ما عندناش طاقه. لما اقف ابدا اسال نفسي سؤال مهم جدا وهو الوقود اللي بيدفعك دايما انك تكمل. انا بدات ليه؟ هتبدا تجاوب انت عايز الهدف ده عشان ايه. 1 2 3 4. عقبال ما تطلع الاسئله دي والاجابات بتاعتها هتبدا تلاقي نفسك عندك دفعه انك تكمل عشان وعشان وعشان وعشان. غير ان انا عايش بدون حاجه واضحه، بدون رؤيه. انا بدل ما انا طول الوقت مش شايف نفسي ومش عارف نفسي وتايه بعيد عن نفسي، انا بدات اخد خطوه لورا وابدا ابص على نفسي بصوره مختلفه تماما وكاني بشتغل وبتفرج على فيلم سينمائي، وابدا اشوف مين اللي في الفيلم ده بيعمل كده ليه، اتصرف التصرف ده بناء على ايه.
طب ايه اللي مشجعه؟ طب ايه اللي بيوقفه؟ طب ايه التحديات اللي ممكن تواجهه؟ انت كده بتعمل اداره لذاتك. انت اللي بتعمل السيناريو، انت اللي بتعمل القصه، انت اللي بتنتج، انت اللي بتخرج. مش الظروف ولا الناس ولا العلاقات هي اللي بتاثر في حياتك. قيادة الذات مش انك تكون مسيطر في كل شيء، مش انك تسعى للمثالية والكمال، لا، انك تبقى عارف انت واقف فين وايه اللي معطلك في النقطة دي، وانا محتاج اشوف نفسي بعد سنة فين، وايه الخطوات اللي انا ممكن اشتغل بيها على نفسي واوصل للهدف والرؤية اللي انا حاططها ليا. قيادة الذات معناها ان انا ببدأ اكشف نفسي الحقيقية من جوه، ابدأ اعدل اي نقطة ضعف جوايا، واكون عندي شفقة بذاتي، مش طول الوقت عندي قسوة وجلد على الذات. قيادة الذات هي مهارة وقوة داخلية محتاج انك تمرنها كل يوم وتشتغل عليها عشان تبدأ تكون نسخة افضل من نفسك. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا ليكم. كان معاكم دينا خلاف.